محتارين في الغدا؟ يبقى الفيديو ده اكيد علشانكم. هنعمل النهارده بصارة بالكهرمان تجنن، وانسوا اللحمه والفراخ، وهنعمل جنبها بطاطس مقرمشه ومتحمره ومن غير ولا نقطه زيت. وكل ما اعزم على حد عليها لازم يسأل على الطريقه وهو ماشي من حلاوتها. كمان هنعمل ديبنج يجنن مع البطاطس. بس لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير والاشتراك في قناتي باليوتيوب، قناه الشيف سيلا. نقعت كوباية من الفول المدشوش في مية قبلها بيوم، وأقل حاجة 4 ساعات. في حلة حطيت معلقتين كبار من الزيت، عليهم بصلاية مبشورة احمرت، نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، صفيت الفول وشطفته كويس، ونزلت بيه على البصل والثوم اللي شوحتهم. شوحت الفول كويس مع البصل والثوم، وبعدين ضفت كوبايتين من المية المغلية. اهم حاجة لازم نشوح الفول المدشوش كويس مع البصل والثوم المتشوحين. ضفت كمان كوباية من ورق الشبت والبقدونس والكزبرة، قلبتهم مع بعض وبهرتهم. ضفت معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ومعلقة صغيرة من الشطة ونص معلقة صغيرة من الكمون. هديت النار عليه وسبته لحد ما يستوي. علشان اعمل الكهرمان قطعت بصل حلقات رفيعة، وضفت عليه معلقة كبيرة من النشا، عليها معلقة صغيرة من الملح، وضفتهم على شرايح البصل. قلبت البصل كويس في النشا، حطيت زيت على النار، ولما سخن نزلت عليه بشرايح البصل. بنزل شرايح البصل شوية بشوية، بلاش تسحموا الطاسة، وبستنى لحد البصل ما يتحمر كويس ويبقى لونه ذهبي. سامعين صوت قرمشة الكهرمان؟ دهنت عيش بالزيت وقصقصته مربعات وحمرته في الفرن. تقدروا كمان تحمروه في الميكرويف. بصوا مقرمش ازاي، بيكون تحفة وطعمه لذيذ جدا مع البصارة. وعشان اعمل البطاطس المقرمشة جبت 4 حبات من البطاطس، قشرتهم وقطعتهم على اربع. حطيت البطاطس في بولة، ضفت عليها معلقة صغيرة من الملح ومية مغلية. هسيبها شوية وبعدين هنشف البطاطس كويس واحطها في كيس. حطيتها في الكيس وحطيت معلقة كبيرة من الزيت، عليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البابريكا وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم ومعلقة كبيرة من الأورجانو اللي هو الزعتر البري. قلبتهم وضفتهم للبطاطس، قفلت الكيس كويس وقلبت البطاطس. حطيت جبنة رومي في الكبة، فرمتها كويس واخدت منها معلقتين كبار. ضفت عليها معلقتين كبار من البقسماط المطحون وقلبت كويس. وضفتهم للبطاطس، قلبت البطاطس ورصيتها في الصاج. حطيت الصاج في الفرن على رف اوسط على درجة حرارة 180.
البطاطس بتاخد مني حوالي 10 دقايق. في الوقت ده هعمل ديبنج للبطاطس. هنعمل صوص الشيدر السريع، شريحتين من التشيدر او جبنة البرجر، عليهم معلقتين كبار من الحليب، دوبتهم في الميكرويف وممكن على النار. ضفت عليهم معلقة كبيرة من التشيلي صوص وقلبتهم كويس، وبقى عندي احلى تغميسة. البطاطس اتحمرت وريحتها تجنن. بص اللون تحفة. البصارة استوت كويس وضربتها بالهاند بلندر، تقدروا كمان تضربوها في الخلاط. غرفتها وضفت عليها الكهرمان المقرمش وقدمت جنبها البطاطس القمر. بصوا البطاطس جميلة ازاي، والبصارة طعمها وشكلها يفتح النفس. أكلة جميلة جدا وتفتح النفس ومش بتاخد وقت خالص وبتعجب البيت كله. طبعا لو بتحبوا البصارة تكون حامية شوية تقدروا تحطوا فيها فلفل حامي، بيبقى طعمها برضو لذيذ قوي. انا اكتفيت بالشطة اللي انا حطيتها. طب شايفين الالوان؟ طب شايفين الجمال؟ طب شايفين الريحة؟ وبألف هنا على قلبكم.